السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم النهاردة مهلبية البرتقال، بس دي مهلبية جاهزة. طبعا اللي مش عايز يستخدم جاهزة بيجيب اللبن وبيحط فيه النشا وبيحط معاه كوبايتين برتقال على نص كيلو لبن. طبعا انا دي عندي جاهزة، فحبيت اشارككم معايا حاجة حلوة يعني، عشان اصحابي عايزين يشوفوا حاجة حلوة، فانا قلت اعمل لهم المهلبية دي. مهلبية بالبرتقال، حلو الشام بالبرتقال. هو بيقول لي طبعا في التحضير بتاعها ان اعملها بميه، انا بعملها بلبن عشان عندي طفل وهي عامه بتبقى طعمها حلو باللبن يعني. هنضيف على، هو كاتب ان انا احط 4 كوبايات ميه على الكميه بتاعه الكيس دي، فانا بحط على النص لبن كوب ماء زي ده كده اهو، وبعدين بنحط الكيس اللي هو اللي جاي مع اهو. هفضيه وارجع لكم. اهي هنضيف بقى كل ده على البارد، هي على البارد كده مش سخنه ولا حاجه. هنضيف معلقه سكر من هنا ده كده، انا بضيف 5 معالق، معيار المعلقه اهو، بضيف 5 معالق. اللي عايز يقلل السكر عن كده يقلل، اللي عايز يزود يزود. هنحط 5 معالق ونقلب بالطريقه دي كده وارجع لكم. ضفنا كده السكر يا حبايبي، ودوبناه. طيب اهي القوام بتاعها اهو. طيب دلوقتي احنا مثلا فرضا يعني لما انا زودت كوب الماء على اللبن اللي موجود ومش عايزه مثلا تتقل معايا، مش عايزه تتقل، ممكن بالنشا عندك بتضيفي نص معلقه، ما تقلتش، نص معلقه تاني، معلقه صغيره، ولغايه ما تتقل معاكي. ده فرضا لو باظت منك، ان شاء الله مش هتبوظ. هنقلب كده عشان ما تكلكعش لغايه ما تتقل معانا وارجع لكم على الغرف بقى. ما خدتش دقيقه على النار، بصوا قوامها عامل ازاي اهي. هنحطها بقى نحضرها في الاطباق اهو. بعد ما عرفناها، العلبه دي يا حبايبي بتعمل 6 بولات حلوين يعني، سريعه سهله. عايزه حاجه في السقعه، في الحر اللي احنا فيه ده، خلاص دخلنا في الحر. في رمضان طبعا ترطب، كلها لبن، غذاء غذاء غذاء. اتمنى تكون عجبتكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. هنعمل لكم بقى الجيلي عشان نحطه على المهلبيه. كوبايتين ميه، كوبايه بتاعت الشاي دي اهي. دي طريقتي يعني في عمل الجيلي بالفراوله، سهل، مش حاجه صعبه يعني، مش حاجه عويصه. قلنا بس ايه، حاجه معروفه يعني، بس احنا بنقول نعمل حاجه حلوه معاكم. ولع النار كده، ولعنا على النار. هنقلب معاكم، اول ما يغلي هنطفي عليه على طول. الجيلي اتعمل، انا بديكوا فكره برضه اهو يا حبايبي. بعد ما الجيلي هدي شويه هضيفه كده بالراحه على المهلبيه بالشكل ده كده. هكمل الباقي وارجع لكم اهوت. سلام يا سلام على الجيلي اللي بالمهلبيه، جيلي فراولة معمول بالمهلبية البرتقال. وجبة مفيدة مغذية حلوة في الحر. يا رب تكون عجبتكم الفكرة، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، سبسكرايب، وهتوحشوني. باي باي.